قصه حقيقيه يا جماعه وحصلت بالفعل، يا ريت تسمعوها. كان في معاون مباحث في اسم حدائق القبه، وكان عنده حمله لتنفيذ احكام. راح عند واحد عليه حكم، طلع له لقاه راجل كبير في السن، شيخ عجوز ساكن فوق السطوح في اوضه خشب ما تنفعش لا شتاء ولا حر ولا حتى تنفع عشه فراخ. الراجل عليه حكم علشان فلوس استلفها علشان يعالج بيها ابنه الصغير، والظابط وهو واقف كده حس انه في ورطه، ينفذ القانون ولا يحقق العداله بجد. فقال للراجل ان هو من جمعيه خيريه وخبى عليه انه ظابط علشان الراجل الكبير ما يجيلوش ازمه. قعد معاه وسمع حكايته كلها. تاني يوم وعلى مسؤوليته الشخصيه اجل التنفيذ وخد الراجل في عربيته وراحوا المحكمه. دخل عمل له معارضه وسدد عنه الفلوس من جيبه وسجل الحكم على الكمبيوتر. مش بس كده، راح ورمم له سقف الاوضه واشترى له حاجات البيت وسعى ان ابنه يتعالج على نفقه الدوله. والراجل فضل فاكر كل ده ان هو متطوع من جمعيه، لحد ما قامت الثوره وعرف ان اللي عمل كل ده كان هو نفس الضابط اللي مكلف بالقبض عليه. عرفتوا ان فيها حاجه حلوه، واللي شايفها انها وحشه يعمل لها عدم متابعه وما تتكلمش عنها بسوء علشان احنا ما نعملكش بلوك منها ونشيروها له.